فكرة ب100 مليون، اختراع هينهي أزمة عالمية. شاب مصري أبهر العالم بذكائه، نافس بيه أكبر المهندسين في العالم، وروسيا وأمريكا بيتخانقوا عليه. عمل قلبان، فكرة زراعية هتقضي على مشكلة الموارد، ولو اتطبق مش هيخلي حد ينام جعان، والخضار هيرجع تاني برخص التراب زي زمان. هيخلينا نشوفهم في كل المواسم بشكل طبيعي ومن غير أي كيماويات. اختراع هيوفر ملايين الدولارات كنا بنخسرهم زمان، وهيدخل عملة صعبة للبلد. يا ترى إيه الاختراع ده، ومين الشاب العبقري ده، وإزاي جات له الفكرة؟ تعالوا نعرف ايه الحكاية. تخيل كده كل يوم وانت ماشي في السوق بتشوف عربيات محملة بخضار بايظ وفاكهة مضروبة بتتشال بالعافية عشان تترمي في المخلفات، وانت واقف تقول في سرك يا خسارة، دي كانت ممكن تتاكل، كان ممكن تتصدر، كانت ممكن توفر لقمة لناس جعانة. ده تقريبا مشهد بنشوفه كل يوم. بس خليني اقولك بقى ان المشكلة خلاص اتحلت. شاب مصري بسيط قرر انه يقول لا، مش هسيب الخسارة دي تستمر، مش هقف اتفرج على الفلاح اللي تعبان بيشوف تعب السنة كله بيترمي تحت رجليه. عمل ايه بقى؟ عمل اختراع، حاجة عبقرية بس في منتهى البساطة، حاجة كده ممكن تغير شكل الزراعة مش في مصر بس، لا ده في العالم كله كمان. شاب من قلب القاهرة خريج كلية الزراعة جامعة عين شمس اسمه عبد الرحمن، شاف الكارثة بعينه، ما عداش عليه كده مرور الكرام، لا كان بيذاكر وبيتنقل من معمل لمحاضرة. فضل بقى يسأل نفسه سؤال بسيط بس عميق، ليه المحاصيل بتبوظ بسرعة؟ ليه مفيش طريقة تخليها تعيش أكتر من غير كهرباء ولا كيماويات؟ بدل ما يخلي السؤال على جنب قرر إنه يدور على إجابة. كون فريق كده صغير من صحابه في الكلية وقعدوا يشتغلوا ليل نهار، تجارب بتفشل، نماذج بتبوظ، والناس تضحك، لكن هو موقفش واستمر وحاول تاني وتالت، وفضل سنتين كاملين بيشتغلوا في الجراج والسطوح وأي مكان يقدروا يجربوا فيه، لحد ما في الآخر النموذج فعلا اشتغل. نظام بسيط بيحافظ على الخضار والفاكهة من غير كهرباء ومن غير أي مواد حافظة بتكلفة قليلة جدا. الاختراع ده دخل مسابقة عين شمس تبتكر، ومن أول عرض الناس وقفت وقالت ايه ده مش مجرد اختراع بقى، ده قلبان. المسابقة فتحت له أبواب كتير، دعم وتمويل، جوائز، وبدأ بقى يشارك في مسابقات محلية ودولية، أكتر من 20 مسابقة، كل مرة بيرجع بجايزة، لدرجة إنه وصل صوته لمنظمات عالمية، وعلى رأسهم منظمة الفاو اللي أعلنت إنها مهتمة جدا بالمشروع وعايزة تتابع تطوره وتشوف إزاي تقدر تستخدمه لحل أزمة الغذاء في دول كتير. وبعد النجاح ده كله بقى بدأت العروض تنهال عليه. في الأول عرضوا عليه 100,000 جنيه، بعدها 3 مليون ريال سعودي، ولما شافوا إنه رافض عرضوا عليه 2 مليون دولار عشان يبيع الفكرة بالكامل. تخيل الرقم صعب ترفضه. عبد الرحمن بقى قال جملة واحدة بس، الفكرة دي لمصر مش للبيع. الكلام ده خلى وزير الزراعة يتحرك بنفسه، وقال تعالى مكتبي الساعة 3 وهنتقابل، وهخليك تقابل مستثمري برنامج شارك تانك هناك. عبد الرحمن هيعرض فكرته قدام مستثمرين كبار في مصر، وهيبقى قدامه فرصة انه يحول اختراعه من مشروع بسيط لكيان ضخم بتشتغل بيه الناس ويخدم البلد كلها. تخيل ان الفكرة دي ممكن تقلل الهدر في المحاصيل بنسبة كبيرة، وتوفر فلوس للفلاحين، وتخلينا نصدر اكتر ونبقى منافسين في السوق العالمي، وتفتح ابواب شغل لالاف الشباب، وتغير شكل الاقتصاد الزراعي في مصر كلها. الموضوع مش مجرد اختراع ب2 مليون دولار، 2 مليون خطوة ناحية بلد أقوى وأشطر وأذكى في التعامل مع مواردها. عبد الرحمن مش مجرد شاب شاطر، دي قصة إلهام حقيقية لشاب خرج من قاعات الجامعة ورفض يكون اختراعه وسيلة ربح وبس، وقرر إنه يكون أداة تغيير ومفتاح ثورة زراعية حقيقية وذكية ومستدامة. هو اختار فعلا إنه يخدم بلده الأول قبل أي مصلحة شخصية، وده اللي خلى العالم كله يبص لنا بصة احترام، مش عشان دولة زراعية قديمة، لأ، كدولة بتبتكر وبتنافس وبتقود. اللي عبد الرحمن عمله ده مش نهاية الحكاية، دي مجرد بداية ثورة زراعية جديدة بتبدأ من عند شاب مصري بسيط بس بفكرة ب1 مليون جنيه. يا ترى بقى الاختراع ده مصيره ايه؟ ولا هنتفرج ونقول برافو، ولا هنقف ورا الشاب ده ونكمل الطريق؟